المقلب اذاعي كنا اتصلنا به وحاولنا نبروفوكيوه وحاولنا نشدوا فيه، لكن من بعد قلنا نيه راك دايز معنا فونتين ديال شادا اف ام. اليوم غادي يكون وغيحل ضيفنا حصريا على شادا اف ام، هو زميل ديالنا عنده 11 سنه كصحفي في اذاعه شادا اف ام. هادشي كامل غادي نتكلموا عليه وغنتكلموا على الباركور ديالو كيفاش بدا. بالنسبه لي انا حسين هو فنان لان استطاع انه يبصم البصمه ديالو داخل المجتمع المغربي، والحمد لله كون ليه واحد الشعبيه الناس اللي كيتابعوه من خلال البرنامج ديالو. تحيه كبيره لكم على شادا اف ام، انتم اللي كتستمعوا لنا فين ما كنتوا في كل ربوع المملكه، وانتم اللي كتصلوا بنا على الارقام المقترحه للتواصل. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم. وحنا دائما كناخذوا مكالماتكم الهاتفيه من خلال ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. غادي نمشيو ناخذوا ابراهيم من رحمنا. مساء النور ابراهيم. اخويا هشام، الله يحفظك اخويا، كلشي بخير؟ الله يحفظك لاباس عليك. الله يحفظك اخويا، الله يخطيك السي ابراهيم، واهلا وسهلا. بارك الله فيك خويا هشام. وانت كي داير اخويا؟ اللهم لك الحمد. واش راك تعاود؟ من الحامدين الشاكرين. الحمد لله اخويا ومرحبا بك. كي داير الجو عندكم اليوم؟ الجو مبرد شويه. تبردات الدعوه الحمد لله على العموم الحمد لله على العموم. تبارك الله عليك اخويا، الله يبارك فيك. يلا غادي نمشيو نشوفوا شنو كاين في الخابيه وناخذوا داك المغروف نحركوه غير بشويه. عندك اسيدي يلا سيدي، عندك واحد اللغز سهل او بسيط للغايه. اللغزنا على شكل حجايه ماشي روايه. قال لك اسيدي حاجيتك وما جيتك على الحاجه اللي تديك حتى الخلا وتقجك. حاجه اللي ديك حتى الخلا وتقجك. يا اخويا حاجيتك شي مساعده ولا حاجه باش سهله. دابا فاش كتمشي للخلا وكتكون الشمشه شنو كتبغي؟ كنبغي كاسكيطه. لا شي حاجه كتقجك يلا سهل ماشي مشكل. الحاجه اللي كديك حتى الخلا وكتقجك اخويا سعيده هو العطش، او دونك العطش هو اللي كيقج الواحد. ولا قلت لك الماء ماشي الماء، العطش ماشي هو الماء. شكرا جزيلا لك اخويا سعيد، اهلا وسهلا مرحبا بك على شادا اف ام. انتم اللي كتستمعوا لنا فين ما كنتوا في كل ربوع المملكه من طنجه حتى القويره، احنا معكم. ايضا مغاربه العالم اللي كيستمعوا لنا على www.shadafm.net. غادي نمشيو نستمعوا لفاصل موسيقي ثم نعود لنواصل. ايضا وترجع لكم على شادا اف ام. تحيه كبيره لكم انتم اللي كتستمعوا لنا كيف العاده على شادا. مرحبا بكل اصدقائنا وصديقاتنا فين ما كانوا في كل ربوع المملكه. مرحبا بكم انتم اللي كتواصلوا معنا، انتم اللي عاد التحقتوا بنا مشغلين ميدياكم على اثير اذاعه شادا اف ام في كل المدن المغربيه. اهلا وسهلا ومرحبا في برنامجكم جلسه مع الحباب. هشام هذا على شادا كيف العاده. تحييكم انتم اللي كتشاهدونا مباشره من خلال اللايف على صفحه الفيسبوك. تحيه كبيره لكم. كيف ما سبقت وذكرت في الحلقات السابقه ان من خلال برنامجنا كيحضروا معنا ضيوف احبابنا وصحابنا من خلال ان نخلقوا جو من النشاط والدعابه. الهدف ديالنا هو اننا نتكلموا بكل عفويه ونشاط. مرحبا بكم على شادا اف ام. اليوم حاضر معنا داخل الاستوديو وهذا شرف اننا حضر معنا اليوم حسين شاب. اهلا سي هشام، كلشي بخير؟ لاباس عليك؟ صحه لاباس تبارك الله عليك. الله يحفظك حسين ومرحبا بك اخويا. العفو. انا راه ما فهمتش واحد القضيه بعدا كنتخلع منك اخويا هذا عام ودابا تترحب بيا وانا ولد الدار. لا مرحبا بك في البرنامج ولكن انت ولد الدار وسابق. بغيت نقول لك واحد الكلمه على البرنامج قبل ما تفضل. تبارك الله عليك هشام. الله يبارك فيك حسين. البرنامج زوين خفيف زوين. الحمد لله عجبتي في اسماء وزينه في الفن في المهم في الفن بصفه عامه. تبارك الله عليك. ولكن مهم هذا رايي الخاص. سمعت البرنامج ديالك عجبني بزاف، عجبني والطريقه باش تانيمي وهذا استمر. والله الا برافو عليك، برافو. الله يحفظك، ميرسي. وشرف لي نحضر بحال هذا البرنامج. الله يحفظك اخويا حسين. معنا حسين، صفق على راسك حسين. فوالا هذا هو لي كونسيرت اخويا. حنا راه جالسين مع احبابنا وصحابنا اللي زوين ان الناس كيعرفوا هذه القضيه. راه ما كنوجدوا ما كنصايبوا ما كنبقاو هكا ضاحكين ناشطين نقولها. دابا حنا الخوت مجموعين تنهضروا، خوت ولاد شدايف. فوالا الجلسه مع الحباب. لا وفوقها ولاد شدايف. مرحبا بك اخويا هشام حسين ولاد شدايف. الله يحفظك اخويا حسين الله يخطيك. دونك حسين انت عندك تبارك الله 11 سنه في شادا اف ام تقريبا. نعم. دونك انت مع البدايات من اللي بدات بدايه شادا اف ام.
انت دابا من رواد ديال الشهاده. ماشي رواد ولكنها من القداع من البدايه. فوالا دونك من البدايه وانت مع اما اما ديك القضيه الرواد ممكن يجي واحد عنده عام ويكون من الرواد، لان الرواد انا بالنسبه لي تنشوف الرواد ماشي بالاقدميه، تنشوفها بالمنتوج بالخضوي اللي تعطي الشهاده. انت عندك برنامج رائد لو ميور برودوي الحمد لله. حنا لا شوف هذه ديما تنقولها، لان شحال من واحد تيقولها لي تنقول لي لا الشهاده ماشي قائمه ببرلمان الشعب. نعم. ابدا، شهاده شبكه برامج. نعم. وهاد شبكه برامج هي اللي دايره الشهاده اف ام كراديو. نعم اكزاكتومون. انتهى الكلام. صافي اخويا، انا راه اللي قلتي نقول لك واحد راه كيشدني منك سيرتو ملي قلت لك انتهى الكلام كيشدني لو تخاك منك اخي. والله نقول لك واحد القضيه حسين حدا المستمعين. قبل ما نشتغل معكم في اذاعه الشهاده اف ام، كنت في اذاعه قبل وكنت من المعجبين ديالك. دونك كنت والله العظيم انا فاش كنت فاس كنت ديما مع الثلاثه. الا ما خفت نكذب ياك، البرنامج كان شحال هذه مع الثلاثه، كان واحد الوقيته مع الثلاثه. كنت دائما كنطلق الشهاده اف ام وكنبقى نسمع انت غادي وكنبقى حتى تتسالي. بعض المرات كيكون عندي شغال خصني نمشي عند الوالد الوالده ولا شي بلاصه، كنبقى كندور بالطوموبيل تنسالي مع البرنامج. هذا شرف لي اخويا، كنخاف على الباتري. هذا شرف لي اخويا. الله يحفظك اخويا حسين، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. كاين من خلال ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. ميرسي بوكو على لي كومونتير ديالكم، تحيه كبيره لكم. اي سؤال بغيتو تسولو حسين شاب دابا. حسين انت معروف في برنامج الشعب اخويا، ديما كتعطي القاصح، ديما كتكلم على الشأن المحلي والمشاكل ديال المواطنين. ماشي القاصح، المهم كتكلم ولا كان القاصح في اطاره القانوني وفي اطاره الموضوعي والمنطق. نعم. حسين بغيت نسولك واحد القضيه اخويا. دابا انت ديما كتدخل البرنامج بحال معصب، واش كاينه ولا ما كايناش؟ معصب. عادي ديما كتقول حنا دابا خصنا نديرو كذا. لا اليوم بحال مثلا اليوم دخلت معصب وقلتها في لونطين، قلت لهم سمحوا لي راني معصب، راه داخل معصب. اليوم دخلت معصب لان شفت واحد الفيديوهات. بطبيعه الحال تعرف الفيديو، انت ولد فاس وتعرف الفيديو ديال فاس ديال هذاك اللي تهجم على اييه والبوليس واقفين واختو ولا ما شنو هذيك تتحميه. وهذا الفيديو عصبني بزاف، على ما بغيش ذاك الوضع يكون، ما بغيش بحال هاد الامور توثق وتبارطاجا ويشوفوها الاجانب الى اخره. المهم على اي هذا عصبني ودخلت معصب. فتندخل معصب بعض المرات، وبعض المرات ماشي بعض المرات ديما، وفي احيان تندخل معصب ملي تنشوف شي حاجه قبل ولا شي خبر قبل. ولكن دائما تندخل بداك الوعي ديال انه راه ما عنديش ايميسيون غادي نديرها وغنمشي في حالاتي ونخرج. لا، اللي تيخليني انني تندوب في ليميسيون، تندوب مع القضايا ديال الناس، هو انني فين ما تندخل تنعرف راسي انا داخل نادي واحد الرساله، اولا امام الله، نعم، ثانيا امام الوطن، وثالثا امام الضمير المهني خدمتي كصحفي. نعم. فتدخل حامل رساله، ماشي دير ايميسيون تمشي في حالاتك ولا ما تيهمكش خاصك امتى تدوز ديك الوقيته ساعه ولا ساعه ونص ديالك امتى تدوز. لا ابدا، تندخل حامل هم رساله. فداك الشيء علاش يشوفوا الناس داك الذوبان اللي بغينا نقولوا وسط البرنامج، تمشي بمشاعرك باحاسيسك. فانا تنقول للمغاربه، وهذه فرصه باش نقولها لهم، نقول لهم راه والله العظيم فقط هم الرساله هو اللي تخلينا اننا تنبداو نهضروا باحاسيسنا ومشاعرنا. رساله امام الله ورساله امام الوطن، خاصه هاد الجوجات. نعم. واخا غادي نتكلموا على هذه الامور كامله، وغنتكلموا ايضا على قصتك مع بروسلي وقصتك مع الافلام، ونتكلموا على هذه الامور كامله. انت الابن الوحيد اللي كاين في الدار ياك؟ الابن الوحيد. نعم. تبارك الله عليك اخويا حسين، الله يخليك الخواتات ديالك. امين. 4 الخواتات ديالك تبارك الله. الله يخليهم لك اخويا. سلم عليهم، سلم على كاينه الكاميرا ما قدرتش تسلم عليهم. هما اش غادي نقول لك، المعزه ديالهم هي ثابته والصواب يكون بطبيعه الحال، ولكن المعزه ديال خواتاتي وعائلتي الصغيره والزوجه ديالي والابنه ديالي، اش غادي نقول لك، راه يعلمه الله سبحانه وتعالى. الله يخليهم لك. راه مهما قلت لهم ومهما سلمت عليهم ومهما قلت لهم راه تنبغيكم وانتم كلشي في حياتي، والله ما غادي نوصل الرساله ديال السلام.
نعم. لان الله يعلم حبهم في قلبي. نسينا حسين اخويا واخا انت ولد الدار ما لا قهيوه لا اتاي لا لا ماشي لا مشكل. ضروري. لا وراه حيت ولد الدار لا ضروري سير وما يمكنش شي كاس دا اتاي واخا اتاي عندنا في الودنين ها او هذا كاسي او هذا كاسي او كي جا كاسي اخويا ديالنا مزيان مزيان. احنا اتاي كنعطيو في الودنين مزيان وبالرزه وكعب الغزال كنعطيو حتى هو في الودنين. مرحبا بك اخويا حسين. ما تشدني لو دخاك الله شدني لو دخاك منك اصاحبي انا كنت خاف من هذا السيد اخويا. لا يا اخي ما عرفتش علاش تخاف مني. قول لي ما دابا عمره ما قال لك شي واحد. اعطيني سبب مقنع علاش تخاف مني. اخويا انت ديما تدخل فهمتي كتشوفها قبالتك كتقول السلام عليكم كدوز. شوف حمزه تضحك طرف لي معاك حمزه ها ما عمرها طرات لي. حسين نقربوا حتى المستمعين. حسين هو في اصلا عنده واحد الشخصيه قويه دونك في الاصل ديالو راه ماشي غير في البرنامج دونك هو اصلا داير بحال هكاك كيدخل كيقول السلام عليكم كيدوز. الا بغيتي تدوي مع حسين في شي موضوع خصك دير طلب. دابا الناس غادي يقولوا هذا لا ماشي حسين تيدير لهم البيروقراطيه. عرفتي علاش؟ لا انا نقول علاش لان انت حسين انا كنشوف شوف انا كنشوف دابا طلب بلاتي سحب هذا الطلب حيت الناس يقولوا هذا راه تيدير البيروقراطيه في البرنامج. لا ماشي هكا انا نفسر الناس. دابا حسين عنده برنامج وازن عنده ثقيل عنده قضايا الناس اللي سي فري ما كيبغي يظلم حتى شي واحد وكيهضر بكل مهنيه وحياديه. دونك هو عنده كنشوف انا كندخل البيرو عند حسين حيت دابا انت جاري في البيرو كنشوف عند حسين تبارك الله بزاف ديال الدوسيات. تنوقف تنتلف تنقول حسين واش هادو كاع يقول حتى خويا راه بزاف كتبقى تريتي. دونك سي فري كو حسين فاش كيشد ان دوسي تيبغي تكونسونطرا دونك سا سي نورمال باش انه ما يغلطش حتى شي حاجه. وهذا الشيء علاش حسين يعني كيقول ديك السلام وتيدوز. حسين فيه زوين من بعد البرنامج فاش كيسالي شغالو عاد تنجيو نضحكوا ونهضروا شويه ياك حسين. مرحبا بك حسين دائما معنا على شاد اف ام وحنا مواصلين. عرفتي علاش؟ حيت ملي تدخل مع الصباح ملي تدخل مع الصباح وهاز داك الهم ديال البرنامج غادي يبدا مع 3 ولا مع 4 ولا حسب التوقيت راه هذيك الوقيته كامله كاين هم. وعاد باش كاين المطارق ديال الدواسه اللي غادي تريطاو في لونتين فهمتي راه يعني هذيك الوقيته ملي تدخل مع الصباح حتى يبدا البرنامج عندي واحد جدواسه ولا 3 ورئيس جامعه خصني نتصل به وهذا خصني نهضر معاه ومراسل هذا ولا هذا راه هذا الشيء في ديك ملي تتسالي البرنامج تتسالي دوزتي دوك الملفات اللي كنتي موجد وباش وعدتي الناس ملي تسالي تيكون عندك واحد السويعه ديال الغولاكس تشرب قهوه كحله نضحك مع الحباب غادي نتكلموا على القهوه كحله وغنتكلموا على انني كنخرج فيك واخا ما نقولش فينا بلاصه باش شي عرفتي ديك القضيه ديك الناس كنخرج في حسين ديما. انا لما كنت كنقدم البرنامج ديال فاس معنا اللي كيتكلم على الشان المحلي بالجهه كنت كنخرج انا غادي للمنزل كنتلاقى بحسين ديما في واحد القهوه وحسين ديما جالس بوحدو ياك حسين صحيح كنت ديما كنخرج فيك في واحد القهوه السلام عليكم كتكون ديما كونسونطري. صحيح دابا انت جاري هنايا في الخدمه وزميلي في الخدمه وكتجي اخويا تشرب قهوه وحده ضارب ضرب ناس ماشي عندي اخويا. غادي نقول لك واحد القضيه تنجلس في ديك القهوه قبل ما تكون تما ممكن لا سي فغي تجي عندي. انا مرحبا بكم على شات القذافات ياك القذافات على المباشر على مواصلين مستمعاتنا مستمعينا فين ما كنتم في كل ربوع على المملكه من طنجه للقويره. هشام هذا على شاد كيف العاده تيحييكم كنشوف بزاف اخويا ديال القلوبه بزاف ديال لي جيم بزاف ديال لي كومونتير تحيه كبيره لكم. غادي نقراو شويه ديال لي كومونتير واحد شويه. عبد القادر ابو يحيى كيقول مرحبا كونك مرحبتين اخويا اهلا وسهلا ومرحبا. ايضا غايتي القدوس الاعلى السلام عليكم منورين حفظكم الله تحياتي سي حسين حتى حنا خوتك دونك اكيد هذا كنا خوت بطبيعه الحال الحمد لله اخويا حسين. ونتكلموا على الطرائف اللي وقعوا لك في حياتك شكون انت منين بديتي شحال كتبت في رجليك بزاف الحوايج هادشي علاش هذا فهم. غادي نمشيو نبقاو مع فاصل موسيقي ثم نعود لنواصل. Et de retour avec la Jada FM, on est très heureux de vous accueillir chers amis chaque jour à partir de 20h jusqu'à 22h. دائما معنا اليوم ضيفنا حسين شهبال اللي كيحضر معنا داخل البلاطو. مرحبا بك خويا حسين مره اخرى. الله يحفظك اخويا هشام. دونك كنشوفوا بزاف ديال لي كومونتير الناس تعالي اول مره كيشوفوا حسين جالس فراسك واحد القضيه اون غومارك اللي لاحظتها فاش جيت لشادا اف ام انك دائما كتقدم برنامج وانت واقف علاش؟
واقف حيت ما بغيتش نجلس. لا دائما زعما واش حيت فاش كتكون واقف كتكون زعما كتكون واحد الديناميه اكثر ولا كتخاف ان زعما تكون جالس وتمشي تعصب ولا شي حاجه وتصدق طيح نجي على قفاك. لا ماشي حتى ذاك. لا هو واقف تلقى فيها راحتي وتلقى راسي بانه بحال هذيك الوقفه تعطيني فهمتي بلوس دينيرجي كنحس بها بحال هكا تعطيني بلوس دينيرجي بحال هكا. وجالس تعطيني ما عرفتش انك القضايا وهموم المواطنين والوطن احتراما لهذوك الناس وجالس وتطريطي وتتهضر ما عرفت تنحس مهم اللي تنحس بانه واقف تعطيني طاقه اكبر بلو دينيرجي تنحس بحال تنحس براسي بانه ودايوغ راه انت المحامي عندما يترافع في المحكمه يقف لا يجلس. البرلماني عندما يترافع في البرلمان يقف لا يجلس. واش فهمتيني؟ وحسين عندما يتكلم في برلمان الشعب يقف ولا يجلس. مرحبا بك اخويا حسين، تبارك الله عليك. وانت ايضا فعندك يعني شعبيه كبيره ديال البرنامج تبارك الله عليه ما شاء الله خويا. شوف شفناكم بعين الرحمه خمسه والخمامس وعينين العديان في التكامس. عينين العديان في التكامس. شنو التكامس؟ التكامس هذه مثلها كتقال كيقول لك خمسه وخمامس وعينيك في التكامس. دونك الواحد فاش كيكون كيشوف فيك شي شوفه سبحان الله العظيم شفت فوالا دونك يعني عينيك في التكامس يعني عينيك يتخباو. شوفوا عينيك خمسه والخمامس خمسه يعني خمسه وخميس خمسه والخمامس وعينيك في التكامس. هذه انا هادشي ما عنديش معاه اخويا. هذه مستملحه ما عنديش معاه كمثل وما عنديش معاه عقائديا انت من الناحيه الدينيه وهذا داكشي علاش بالنسبه لي غير مثال هذا كيتقال. حنا فاش كنا صغار كنا كنسمعوا انا والخمامس وعينيك في التكامس. فوالا انت كما عاده يعني فهمتي كنسمعها. اما انا بالنسبه لي غالبا باش هذه النقطه هذه مهمه جدا ربنا نوصلوا الرساله في لونطين ما تعرف. انا فين ماشي واحد تيقول لي خمسه وخميس على شي حاجه ولا مثلا لبسه اي حاجه جات معاك هذه القميجه خمسه وخميس تنقول لي شوف خمسة وخميس ما عندها حتى معنى بحكم أننا مسلمين وعندنا عقيدة وعندنا احنا دعوات وعندنا أذكار تقال على الحسد. الأفضل أننا نقول ديك الأذكار مثلا حفظك الله من عين الحسد أحسن من خمسة وخميس جات معك هذه القميجة الله يحفظك من الحاسدين مثلا افضل من خمسه وخميس. انا هكا تنشوف. المهم هذا قوس. لا مزيان هذه مثلاه انا كنتكلم عليها كمثل اخويا فهمتي ماشي يعني امثله ولعيبه وتنقولوها من خلال يعني العاده خديناها عاده من عند الوالدين ديالنا ربما. صحيح هي متداوله بزاف عند الناس خمسه وخمامس. نعم حسين نتكلم معك على حسين كشخص يعني انت فين بديتي المسيره ديالك كيفاش بديتي واش في حياتك فاش كنتي صغير لان دائما حنا فاش كنكونوا صغار كنقولوا لوليداتنا ولا خوتنا اشنو بغيتي فاش تكون تكبر كيقول له انا بغيت نكون طبيب. انا بغيت نكون مهندس كاع كاين اللي عنده الاعجاب بالشخصيه ديال الشرطه وكذا انا بغيت نكون شرطي. واش انت في الاصل كنتي كتفكر ان غادي تكون صحفي او لا وكيفاش جات التجربه وفين قريتي عاودينا شويه على راسك شويه. مرحبا ما كاين حتى شي مشكل غير هو المسيره راه باقي ما درناش المسيره باقي حسين هذا تواضع صافي الناس عارفين دابا صافي يا سي الله زيد. حنا في البدايات ديالنا ملي كنت صغير كنت عزيز عليا نكون باغي نكون بوليسي. شوف ملي كنت صغير ونتكلم على هذه النقطه هذه زيد. ملي كنت صغير باغي نكون بوليسي. علاش عزيز عليا ديك القضيه من صغر شد الشفار وانت اللي كلشي كيشوف فيك وغادي دير الامن الناس والناس ملي يشوفوا كيطمئنوا ما يخافوش. هادشي راه في الصغر تنعاود لك بقيت كرين دايزار باغ قل من كرين باغ شحال هذا حسين كاين. انا شخصيا كنت كنخاف من البوليس. انا كنكون غادي مع الوالد تيبان لي شي بوليسي كندوب. علاش ما عرفتش كيبان لي داك البوليسي واقف في الشاطئ. وصل لدرجه لافوبي؟ لا ماشي فوب نو فاش كنت صغير كنخاف يعني حتى دابا لا ماشي مشكل. لا خوتنا وحبابنا وكاع مواطنين اصاحبي ما تخوكي. وهذه القضيه حسين والله العظيم ان شحال هذه مثلا كندير شي بيتيز في الدار ولا شي حاجه ولا غادي في الطريق سورتو في الطريق كيجي كتقول لي الوالده عمي البوليسي فهمتي دونك بحال كتقول تشوف
دونك ندوز كيبدا وشحال من مره تحيه لرجال الامن، تحيه كبيره كبيره لرجال الامن اللي كانوا شحال نتكلموا على الضحك اللي ضحكنا حمزه المخرج كيقول لك بوخنشه. علاش ضحكت انا؟ حيت حنا كنا تيقول لي جينا بوخنشه، هو جاي بوخنشه، انا كنا تيخلعوني بوخنشه حتى حنا فوالا يقول لك هو بوخنشه جاي نعس بوخنشه يجي دابا تتنعس لا يطري لك. دابا انا قلتي للدراري هو جاي بوخنشه يقول لك اودي جيت ابو سبع كاع فوالا كاينه القضيه باسكو الدراري تنوض. البلاد الوحيده اللي ولادها تنعس صحه هي المغرب. ملي تقولوا لي عندك ابو خنشه الغول هذا تنعس مسكين من لا يطري لي تيدير المونطا تنعس. فوالا كمل لنا سي حسين. دونك كان داك الحلم ديال الطفوله اللي منحصر في البوليسي. علاش؟ لان هو حلم ديال الطفوله كنا تنشوفوا بان البوليسي ذلك الرجل الخارق وذاك البطل اللي عنده الفردي واللي غادي يشد الشفار كل شيء تيبغي يكون تيأدي هذا الدور في الحياه. لان كنا في الطفوله عندنا هذاك الحلم ديال نكونوا ابطال خارقين ونعاونوا الناس ونديروا الخير ونضربوا مع الشر. على اي دابا كان هذا الحلم هذا تخيل كان حلم بريء ديال الطفوله. الانسان تنكبر ما كبرش معايا الحلم. نعم نورمالمون تيكبر الحلم. انا سا ديبون انا ما كبرش معايا الحلم. ملي ما كبرش معايا الحلم عادي صافي انت غادي تتكبر تتقرا غادي ويوصل واحد المنعطف في حياتي غادي يبدل لي بزاف ديال الامور. هو انه دخلت نتريني بديت لونطرينمون في لاج ديال 12 عام قريب ل 12 عام 11 عام وشي حاجه. ملي دخلت نقرا ملي دخلت نتريني الكاراتي تحديدا كاراتي شوتوكان. نعم دخلني الوالد وبديت تنتريني. ملي بديت تنتريني هنا شنو دابا هنا الحلم الطفوله اللي هو بوليسي وتشد الشفار مشى جا حلم اخر ياك ما هو تولي بطل. فهمتي دابا شنو طرا تبدل المسار ديال هذاك الفكره اللي كانت عندك تبدلات ولات دابا انت تدير الكاراتي خصك تمشي فيه بعيد حسين توصل للحزام الاسود، خصك تضرب بطولات وكنت نقرا واحد المجله كانت تسمى كاراتي بيشيدو فرنسيه وكنت نشوف الابطال الفرنسيين وهذا وباغي نولي بحال فلان هي فين غادي نتولع بروسلي وجون كلود فان دام وشيك نوريس وسيرتو بروسلي وغادي الحلم تيكبر. الحلم دابا اللي ولا تيكبر ديال انك تولي ان شامبيون تكون عندك سانتور نوار وتكون قاصح وتكون بحال بريسي وتغلب والى اخره وتولي ممثل ودير افلام ديال لاكسيون. هنا غنحبس عند فاش يعني كان واحد شي وقيته كنتي كتفكر انك تكون ممثل كيعجبك التمثيل. علاش ما درتيش التمثيل؟ شكون اللي قال لك انك كنت باغي نولي ممثل؟ عندي هذه المعلومه من بين المعلومات اللي حنا كنبحثوا فيها خصنا نصفقوا على هشام حيت قليل اللي عارف بانه كنت باغي نولي ممثل ديال لاكسيون. برافو عليك برافو الله يحفظك. لا برافو عليك. هذه راه خصنا نديروا فيها البلون سكتو. برافو عليك الله يحفظك اخويا حسين. حيت قليل اللي عارفني بانني باغي ندير السينما ديال لاكسيون واحد الوقيته. نعم سيرتو الحمد لله بفضل الله ان النيفو في الكاراتي تطور ولا واحد النيفو تبارك الله. ما نقولش كان واحد النيفو تبارك الله. علاش الناس كيخافوا منه الشيء وشدينا الحزام الاسود وهذا ملي بديت نقلب على طريقي في التمثيل لان تنشوف راسي واحد الموهبه رياضيه ما خصهاش تضيع. وماشي كنت نشوف راسي بشهادات ناس كبار بشهادات ناس قال لك انت في السينما غادي دير واحد الضجه في لاكسيون ماشي السينما في لاكسيون. تنهضر على لاكسيون باش ما يقولوش هذا الذي لاكسيون. لا المهم لاكسيون لان الاختصاص لاكسيون والكاراتي والفول كونتاكت والكيك بوكسين ولا بوكس انجليز هادشو كاع درتهم والكونغ فو. وعنده واحد الاسم في المجال السينمائي ربما ما عقلتش اكزاكتومون نتذكر وغادي نقول لك عندها واحد الاسم داخل حتى مع لي كاسكادور لي كاسكادور ما كانش عندي مشكل انني نكون ان كاسكادور وكنت فهمتي ديجا درت شي حاجه ولكن مهم انني واجد للسينما ديال لاكسيون واجد 100% ماشي 100% 100%.
فيزيكمون كل شيء، وشقيت طريقي نعم. وبديت، وجاو الفرص، بداو تيجيو الفرص، وسبحان الله لدرجه انه كان غادي يتورنا واحد الفيلم كبير في المغرب ديال لاكسيون، ومشيت درت الكاستينغ وعجبت معك المخرج وعجبت الناس وتعزلت، وقالوا لي انت غادي دير دور كبير في لاكسيون، انك غادي تكون مثابه البودي جارد ديال واحد، تكون جارد كور ديال واحد، يعني نبان الفيلم كامل، والكومبا فينال غادي تكون معاك انت وهذا الى اخره. فكنت غادي نبان في الفيلم بزاف، ماشي شي واحد ديزو صافي. ولكن للاسف الفيلم وقف، جات الوقيته اللي مات الحسن الثاني الله يرحمه. نعم. وكانوا الانشطه الفنيه راك عارف توقفوا هذا، لانه كانت ايام حداد وتوقفوا. وسبحان الله هذيك الوقيته فعتاني جاء ان ديتور في حياتي، قلبتي المسار ديالك الصحافه ومشيتي للصحافه. مش من سنه تقريبا كان هادشي؟ الشيء اللي الصحافه باش الصحافه باش مشيتي للمجال الاعلامي. الصحافه في 2000 كبير مع راسك. في 2000 اشوير فخير حسين. كنبسط معك اخويا. لا على كبير عرفتي فاش كنقول لك دابا، عرفتي فاش قلت لحسين شارف فاش في واحد تشوف وانا شدني له طخا كيدي طاح وداك بحال ما هكا. دابا عرفتي اش دار ملي شفت فيك حضرتي السانتور نوار وحضرتي الكونغ فو. والله ما الشاب اخويا. وعرفتي انا كنكون غادي في الطريق، عرفتي كنكون غادي في الطريق كتلقى شي واحد صاحبي تيقول لي انت خدام في شاد، كنقول له انا صاحبي في شاد فين، كيقول لي حسين علينا غنتكلم على هذه الامور كامله. مرحبا بك حسين شاب، لا حضورك معنا داخل الاستوديو. دائما معكم مستمعينا فين ما كنتوا في كل ربوع المملكه. السائقين المهنيين تحيه كبيره لكم، وتحيه ايضا للزبناء ديالكم اللي راكبين معاكم واحد بواحد. ما تنساوش تبقى معنا في البرنامج، ولكن حداو معكم السيطه عندكم. كنبسطوا معكم، تحيه كبيره لكم. غادي نمشي واحد المسار ديال حسين شهب اللي اكيد غنتعرفوا عليه كيفاش مشى للمجال الاعلامي، شنو هما الطرائف اللي كيطراولوا في حياته مع المجال الاعلامي. وربما يعني نقدر نقول ضريبه الشهره، وماشي اي شهره، لان لما كتكون عندك شعبيه يعني وسط المجتمع ديالك والناس كيعرفوك، وربما ما يعرفوك حتى في وجهك، يعني كيسمعوك بزاف من خلال الاثير. فهذا حتى هو ربما انت كتشوف شي حوايج يقدروا يطراو غير قانونيين، شي واحد دار شي فلاش ماشي هو هذاك، كيبقى فيه كيفاش كتصرف معاه، واش كتبريزونتي راسك، واش كتصرف عادي، واش عمر طرالك شي مشكل مع شي بوليسي في الطريق، شي مخالفه، شي كذا. هادشي غنتكلموا عليه اليوم. نذكركم نتوما بغيتوا تتصلوا بنا من خلال ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. نذكركم اليوم راه ما كاينينش شكايات، اليوم كاين نشاط شويه. بغيتوا تسولوا حسين شي حاجه تتكلموا معاه عادي، مرحبا بكم على شادا اف ام. الا اين غنمشيو نحروا مكالمه، غادي ناخذ السي حسن نديت من سليمان. مساء النور حسن. السلام عليكم سيدي. اهلا سي حسن، لاباس عليك؟ كي داير خويا هشام؟ واش راك تعاود؟ وكل شيء بخير الله يحفظك اخويا. فين هاد الغيبه؟ هو مع الوقت والبت اليوم راه زوين عندي وراه خويا مشاو. شوف راه مشاو الاخوان ديالنا اليوم والعين المكان وصوبوا الغيزو. تحيه كبيره لهم السي بهاء الدين والطاقم التقني وهشام الهاروشي والاخوان. تبارك الله عليك اخويا، مرحبا بك. سمحوا لي انا بالعكس هذا واجب. احنا حتى الا ما كناش دابا عندك دابا في بن سليمان مثلا، راك ما كانش مع الحباب. مرحبا بكم. مرحبا بك. الله ديالك اخويا حسين. الله يحفظك السي حسن. غادي من المستمعين ديالك اخويا، بالله راه عزيز علينا بالله. الله يكبر بك. والله اخويا تعزاز علينا بالله، وكنتمناوك تزورنا لبن سليمان ان شاء الله. مرحبا بك. غادي نمشيو اخويا. شوف شي زرده تما مع حسين ما كيناقولها وضحك عليها. اش بان لك السي حسن؟ مرحبا اخويا حسين، مرحبا بك اخويا. الله يكبر بك. الطاقم التقني. الله يحفظك. مرحبا بكم بالله. الله يحفظك. المغاربه ديال الكرم. مشينا انا وياك السي حمزه في خنشه. خويا هشام الله يحفظك تفضل. عندي واحد عيد ميلاد ديال ولدي. نحتفلوا بها اخويا. تنكملوا هذيك وعندنا. مرحبا اخويا. يلا قبل ما نحتفلوا بالابن ديالك، مبروك عليه طول العمر ان شاء الله. طول العمر. يلا قبل ما نمشيو حسن نحتفلوا بالابن ديالك بعيد ميلاده. شحال عنده دابا؟ شحال عنده تبارك الله؟ قول عامين سنتين. تبارك الله يخليه لك اخويا. امين. غادي نمشيو اخويا. يلا غنمشيو نشوفوا اش كاين في الخابيه كيف العاده، وناخذوا المغرف ديالنا
ونحركوها. يلا نحتفلوا به بعدا. يلا سنه حلوه يا جميل. هابي بيرثداي تو يو. الابن ديال حسن. يحيى توام يحيى توام. تحيه كبيره. يحيى توان. غنمشيو حسن المسابقه ديالنا على بركه الله، وغادي نديروا المغرب في الخابيه ونحركوا غير بشويه. يلا ونشوفوا شنو كاين اخويا وشنو مطلع عليك الخابيه. بشويه وحاول لنا على السي حسن. حمزه حاولنا على الخابيه، هرستي الاولى هرستي الثانيه جبتي الثالثه معاك مراكش فاش مشيتي كونجي. خلينا اخويا يلا عندك اسيدي اكستري ميوزيكال وغادي تقول لنا شكون كيغني هاد كذا. متفقين حسن؟ يلا متفقين مشينا خويا. على بركه الله. سيط الغايه على شكل روايه. يلا نعاودوا نسمعوا ماشي مشكل. يلا مشينا. ساعدني شويه خويا هشام. هذا سميتو كمال. يلا كمال. والله يعطينا السعد المسعودي وصافي هادشي اللي نقول لك. امين امين. هذا كمال المسعودي. تبارك الله عليك اخويا. كمال دائما على شادا اف ام 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. نمشيو ناخذوا زكريا مدينه الداخله. مساء النور زكريا. الو السلام عليكم. اهلا اهلا خويا زكريا لاباس عليك؟ يا وني بيك. شطاري وني بيك خويا. وني بيك. دير بخير. الله يحفظك. واش بخير؟ الحمد لله. الله يحفظك اخويا. الله يخطيك. السي حمزه محبوب. واليوم حلقه نقولوا خاطره ما شاء الله. اخويا انا راه جبدنا عرفتي حسين راه كان عندنا في الخابيه. خلينا في الخابيه وطلعنا اليوم. خاطره هذه خليها تختار في الخابيه ما شاء الله. مرحبا بك الله يحفظك. الله مرحبا يحفظك. بك حسين تحياتي لك كبيره وما شاء الله. الله يحفظك. برنامج الشعب واللي كيتواصل بلغه الشعب. الله هو يحفظك. سميتو برنامج الشعب. الله يحفظك اخويا. الله يكبر بك. تحيه لكم الناس ديال الجنوب. الجماعه ديال اولوز اللي عطاتنا خيرات ديال الصحفي ما شاء الله. تبارك الله عليك. الله يحفظك. الوغ انت داكور دونك هذا ولد البلاد. دابا لا واش انت ولد اولوز ولا؟ خويا حسين راه نهار بديتي الرساله ديالك وانا متبع الرساله ديالك اخويا. هذا شرف ليا يا اخي. بارك الله فيك. شكرا. تبع المشوار ديالك الله يحفظك. وحنا اللي تثبت شي واحد راه تعرف الحياه ديالو من بدا ما شاء الله. الله يحفظك. الله يكبر بك. الله يكبر بك يا اخي. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. والحمد لله راه على يدك وطريقك ما شاء الله راه تحلت شحال من حاجه شحال من الحمد لله. مشكل ما شاء الله. انا مازال اخويا عندي واحد المشكل غيحلوا غيحلوا نخلي حسين في الدار وتنمشي للسوق تلقى ما شاء الله كاع عندنا حسين هنا حسين هنا حسين. الحمد لله. الحمد لله. الصدق هذا هو اللي تيوصل لهذه النتيجه. الصدق يا اخي. والحمد لله. والله يعطيك الصحه. الله يحفظك. الله يكبر بك. الله يكبر بك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. خالد. الو. نعم خالد. حسين. بلاتي معك هشام. بلاتي دابا خليك مركز معنا صاحبي. عندك تفافه وطيح في الزلافه. يلا نمشيو المسابقه ديالنا. متفقين؟ يلا على مولانا. على بركه الله ونشوفوا اش كاين في الخابيه وغنحركوا اخويا بشويه. حاول لنا على السي خالد. يلا غادي نمشيو المسابقه سهله وبسيطه للغايه على شكل روايه. هاد المره ماشي حجايه. يلا اخويا مسابقات ما تقولش ما تقولش لا ما تقولش وي ما تقولش نو ما تعطلش الجواب. متفقين؟ متفقين. يلا على بركه الله. توب كرونو 3 2 1 كينطلق العداد. خويا خالد. معاك اخويا. خالد من الداخله. تماما. كي داير جو عندكم اليوم؟ جو رائع. اش كدير في الحياه خالد؟ معلم. تماما. معلم ديالاش؟ تلامت صغار ياك؟ المدرسه. اش من مستوى عندك كان هذا العام؟ الرابعه ابتدائي. تبارك الله عليك اخويا. عندنا 5 تفاحات حلوين و5 تفاحات حارين. 3 الاولى لمن تهديهم؟ 2 الحسين و2 الحسين. هما 4. هي شحال بقاو عندنا؟ كاملين الحسين. كلشي الحسين. كلشي الحسين شاب. تبارك الله عليك اخويا ومرحبا بك اخويا خالد. معاك مزوج؟ زكريا اللي معاك. زكريا انت؟ زكريا اللي معاك. مريك المطرق اخويا. تبارك الله. مزوج؟ عندك شي وليدات؟ مازال ما عندك الولاد؟ مازال. ويلي صاحبي علاش؟ كيفاش هاد القضيه؟ والله. واخا سيدي. معاك بويشه منظيرك. بالعكس مزيان اخويا. تبارك الله عليك. قول لي اش اخبار الوالدين؟ بخير؟ بخير. ناشطين؟ برافو. تبارك الله عليك اخويا. برافو صح. برافو. تبارك الله عليك اخويا. تبارك الله عليك خالد. اخويا كاين زكريا ابو راه سميتو زكريا. انا بلا شديت فيه في لونطين. زكريا.
انا بالعلي باش نقول له خالد يقول لي لا زكريا، نقول له شكرا تبارك عليك اخويا زكريا. شكرا لكم ميرسي بوكو، شكرا زكريا. مدينة الداخل على تواصلك معنا. هذه 9 و19 دقيقة فين ما كنت في كل ربع المملكة، احنا مواصلين كناخذ مكالماتكم الهاتفية، وكما يقول المثل كل شيء يهون عبر السنين والشهور وتبقى سوى الذكريات خالدة في أحضان كل فضاء، ونحن نعيش أحسن الذكريات ولحظات مع حسين شاب في سنة 2018 أو صيف 2018 مباشرة على شادا اف ام. تحية كبيرة لكم انتم اللي كتستمعوا لنا. دونك حسين، المسار الفني المسار الفني ديالك هذاك راه فن. انا بالنسبة لي باش لينا اي واحد تيدير بلاصتو في اي مجال فهو فنان. انا بالنسبه لي وزير الا وصل لواحد المنصب وكان عنده واحد الشعبيه، بالنسبه لي فنان. رئيس المدير العام لشركه معينه، بالنسبه لي هذاك فنان. صح لان صحيح، لان كلمه فن، الفن راه ماشي هي مرتبطه دائما بالدف والطارجه، لا، الفن هو ابداع. هو ابداع، هو شي حاجه خلاقه. فرجل سياسي يقدر يكون فنان في سياسته. نعم. مبدع وتعطي حلول وتدير شي حاجه خلاقه. في الرياضه يقدر يكون رياضي فنان يبدع. نعم. في الرياضه ديالو الى اخره. حتى المهنه ديال الصحافه راه فيها هي فن في حد ذاتها، انك تكون مبدع فيها، تكون خلاق فيها، تكون ايجابي فيها، تكون الى اخره. اكزاكتومون. دونك المسار الاعلامي ديالك حسين كيفاش بدا من بعد ما سالينا من ربما حلم وما كبرش معاك، مشينا للمجال ديال التمثيل وما كتابش، مشيتي لمجال التمثيل. كان ماشي التمثيل، ما كانش عندي هذه القريحه ديال التمثيل، ماشي من زمان ومن صغري وانا باغي نولي ممثل، لا. نعم. انما جا التمثيل ارتباطا بالرياضه. ملي قطعت مراحل متقدمه وكبيره بزاف، راه 26 عام ديال لي زارت مارسيو لي سبور دو كومبا. 29 عام ما سهلاش، دوزتها كاراتي وكيك بوكسين وفول كونتاكت ولا بوكس انجليز، ما سهلاش. فاش كان ما حدك تزيد في الرياضه وداك الحلم ديال لاكسيون كيزيد يكبر معاك، وكبر خاصه مع بروسلي. ملي كنت نتفرج في بروسلي وتنقرا على بروسلي والى اخره، وكبر مع جون كلود فان دام. نعم. ملي بان جون كلود فان دام في الساحه السينمائيه العالميه، تولعت بذاك الممثل في لاكسيون ديالو، بغيت نولي ممثل ديال لاكسيون. المهم، ولكن ما كتبش على اي. جات واحد الوقيته اللي لقيت بانني خصني ندير شي حاجه في حياتي. كملت في الرياضه، غادي في لونطرينمون ديالي وصافي، وليت تنتريني بالناس، وليت وليت اونترينور ديال الكاراتي وهذا والكيك بوكسين، وتنتريني بالناس وتنصورهم من الصريف، تتصور فلوس بخير، غادا الامور مزيان، كتدبر على الصريف. تدبر على المصاريف، تدبر عليه. وغادي مزيان بخير. ويجي واحد الوقيته اللي عرفتي تجي واحد الوقيته اللي تتحس بانك باغي دير واحد الحاجه اللي ماشي هي اللي تدير. تطرى هذه بحال مثلا تقدر تكون تدير الصحافه ودائما ما مرتاحش. علاش؟ لان انت اصلا باغي تكون مثلا ممثل. نعم. نقلبوها دابا. وهاد القضيه هذه حسين وقعت لي، ربما المستمعين وسورتو اللي كيتواصلوا معايا ديما من خلال الفيسبوك او من خلال لاباج ديالي، سورتو الناس اللي كيشوفوا داكشي اللي فايت درت ربما في 2009 2008 حتى 2018. فانا كان حلمي وانا صغير انني نكون ممثل. كنت كنتفرج دائما في السينما، وجميع المسلسلات المغربيه اللي كانوا كيدوزوا على القنوات المغربيه كلهم بدون استثناء تفرجت لهم. سورتو شحال هذه كانوا الانتاجات ماشي بزاف، ماشي بحال دابا تبارك الله بوكو دو برودكسيون، كاين بزاف ديال بواط دو برودكسيون، يعني كتشوف افلام بزاف اللي دونك ديما حاضر. الا كان التلفازه شاعله فيها مسلسل مغربي، واخا يكون اللي بغى يكون دايس، كنتفرج في ديك المسلسل المغربي باش ما نتفرجش في الرسوم، نتفرج مسلسل مغربي وانا صغير. دونك كان حلمي انني نكون ممثل. كنت ديما كنشارك في لي كاستينغ. بون انا كنت ولد فاس، كنجي حتى لكازا باش ندوز كاستينغ. تخيل حسين، كنسلت من المدرسه وكنسلت من الوالد والوالده، الله يجعل ربي يسمحوا لنا، كانوا كيسمعوا لنا، تحيه كبيره لهم. وكنمشي لمدينه الدار البيضاء كندوز الكاستينغ وكنرجع. واحد المره طلعت حتى لكازا، ماشي لواحد شركه الانتاج بلا ما نقولوا الاسم، مشيت باش ندوز الكاستينغ. داك الشركه كيقول لك سير اخويا انت سير ها نيشان بحال هكا، دور مع كازا كبيره غتلقاها هي على الدور. كنمشي بقيت كندور ما لقيتهاش، وانا رجعت طلعت كازا فويجر نمشي في حالي.
عمري ما ننسى هذه اللقطه هذه طرات ليا. من بعد جات التجربه ديال التمثيل، اي مخرج كتلاقى كيقول لك مرحبا وكذا وكذا ما كيعيطوش، وهنا كنحترم المخرجين بين قوسين، ربما لان جربت تجربه الاخراج من بعد وفهمت واحد تيكون عنده ان بروجي ديالو ما كيبغيش فهمتي كما كنقولوا يخسر واحد لاكارت، هو خسر عليه فلوس وهذا، دونك خاصو اون كارت فيزيت، دونك الواحد اللي معروف، واحد اللي ديجا شايف ودار شي حاجه. بون هنا كانت جات التجربه، درت فيلم ديالي الاول وكنت شاركت به في مهرجانات، جاو التجربه ديال 13 فيلم قصير من بعد وكذا، من بعد تلاحيت الاخراج، درت الاخراج جوج افلام قصيره اخرى وكذا، على اين من بعد تلقى راسي في التنشيط 13 عام ديال التنشيط. دونك بديت في بديت كلون، تخيل انا بديت كلون دونك بديت كلون، مشيت درت لانيماسيون دي زونفون، درت لانيماسيون مع لي زادولت، خدمت في لي بارك توريستيك، فوالا بديت كندير شويه ديال لانيماسيون من هنا لهنا، تلاحيت لي فيستيفال. دونك من بعد بين قوسين غنفتح واحد القوس وتحيه كبيره للصحفي سي محمد السعدوني، فريمون هو تعرفوا انت اكيد فايت تكلمت معاك في هذا الموضوع. هذاك السيد دابا راه في امريكا، دونك كيكتب في جرائد امريكيه، مشى الامريكان الى كيتا لو ماروك، تحيه كبيره عليه. قال لي واحد النهار كنت جالس انا وياه غاديين في السياره وكنا كنصوروا برنامج ديال مسرح الجريمه، وقال لي هشام انت خاصك تكوين اعلامي. وديك الساعات كنت كنقرا الكوميرس انترناسيونال، دونك كنت كنقرا التجاره العالميه، ومشيت خديت الدبلوم ديالي وكنت خدمت في لا بونك، المهم ترونت ان سيغتان مومون حتى لقيت راسي شادا يفهم معكم. دونك فوالا مرحبا. دونك الواحد الانسان خاص نعم مرحبا بك وجيتي للشهاده ودرتي الاضافه اخويا هشام. الله يحفظك مرحبا حسين، الله يخليك، مرحبا. فكما قلت لك تجي بعض الوقيتات اللي تلقى راسك مثلا انك تدير مثلا الصحافه، ولكن دائما تتحس بانك راه ماشي هذا الشيء اللي باغي، وتتحس بان روحك ما عاطياش كل شيء، لان روحك مرتبطه بالسينما وخصك فهمتي. مثلا انا هادشي اللي طرا ليا، ارتبط بالرياضه، مشيت في الرياضه رغم العشق المجنون للرياضه ولي سبور دو كومبا. نعم. ومشيت في الرياضه وغادي مزيان الى اخره تنتريني بالناس، ولكن بقى دائما عرفتي شنو شي حاجه خاصاني اللي نعطي فيها كل شيء، راه باقي ما عاطيش انا كل شيء، راه واخا الرياضه وما عرفت شنو هو والاحزمه السوداء لا راه باقي ما عاطيش كل شيء. شنو اللي خاص هو هذا الصحافه. ف واحد النهار تنقرا في الجورنال وانا نقرا واحد لاباج مكتوبه لانسكريبسيون، هذا المعهد العالي للصحافه وعلوم الاتصال، لانسكريبسيون مفتوحه. عرفتي ملي قريت غير واحد هذاك الاعلان لانسكريبسيون راه مفتوحه، ديكلونشات التسجيل مفتوح. لا عرفتي شنو الديكلونشات ديك حسين هذا الدومين ديالك واش فهمتي. دونك مشيتي قريتي بلا ما تحس، دونك شي حاجه واش دابا فهمتي. لقيت راسي بانني من خلال ديك الاعلان ديال لانسكريبسيون مفتوحه لقيت راسي بانني راه منذ زمان وانا تنقلب فين نسجل، ولا وانا راه عمري ما قلبت نسجل ونقرا. نعم. قريتها في الجورنال، اذا شي حاجه كانت دافينه في الروح خرجت ديك اللحظه، كان شي حاجه تخرج بحال شي واحد رسام كبير وما عمرو عرف راسو رسام. واحد النهار عطيتيه ريشه وصباغه، قلت لي خربق شي حاجه هنا، من اللي دارها دار لوحه رائعه هكا. لانسكريبسيون ديكلونشات فيا شي حاجه انني خصني نكون ان جورناليست، ومشيت قريت هذا. وملي خديت ديبلوم في 2003 بداو الصعوبات. نعم. تصحابها سهله باش تلقى خدمه، تاخذ ديبلوم في الصحافه وتخرج وتخدم وغادي تولي راي يؤثر في المجتمع في الراي العام. قلتها بالساهل فهمتي. ملي خرجت، وهذا هو اللي تنقول للمستمعين الكرام، الصحافه ماشي تنظير. نعم. صحافه 90% ممارسه. نعم. ماشي قرايه ديبلوم تتعرف على الابجديات، ولكن الممارسه راه 90%، وخاصه في الواقع المغربي اخويا هشام. ما تقلقش حسين، وبلا ما نعاود لك وبلا ما نقول لك اشنو طرا ملي تتول. المهم سير عاود لينا. لا مزيان اش هادي نزيد كمل. اش قلت لي عاود لك عاود لي مزيان. بالعكس شوف هذا الكونسيبت ديال جليسه مع الحباب. دونك حنا جالسين خوتنا، تخيل انا كنتخيل المغاربه كاملين واحد بواحد جالسين كنسلموا عليهم. السلام صافا خويا بخير لاباس لاباس ازيد اخويا مرحبا تفضل سي حسين. نعم. شي ملي خديت الدبلوم في 2003
ماني شدش الدبلوم في 2003 وخرجت الميدان، درت المرحله ديال ستاج درتو في التلفازه المغربيه للاشاره في دار البريهي، وخدمنا مع ناس اللي عمرنا ما غادي ننساهم. مازال كتذكر اسماء دابا تشكرهم ربما؟ ما يمكنش، واحد مات، بجوجهم ماتوا الله يرحمه. الله يرحمهم. ما عمرني ننسى السي بنهاره، ما عمرني ننسى المدير المدن الله يرحمهم. الوقيته اللي كان المدن كان مدير الاخبار، انا كنت ديك الساعه في قسم الاخبار في الاغتام كاستاج، والتشجيع اللي لقيت من عند المدن ومن عند الصحفي بنهار الله يرحمه حتى هو كبير وكبير وكبير بزاف. وزادوا لان ملي تتقرا، ملي تتكون تتقرا في المعهد عندك ذاك التصور الصحافه راه فهمتي، راه الصحافه راه بحال غادي تولي وزير، راه ما كاينش المشاكل، كل شيء تيحترمك، كل شيء عاطيك قيمه والطريق معبده، واش فهمتي امور مقاده. هادشي اللي ملي كنا تنقراو. ولكن ملي خديت الدبلوم ومشيت بداو الصعوبات، بداو المشاكل، خاصه من اشياء الناس تعاملنا معاهم وقيت ستاجات، شفنا منهم ديك القضيه ديال علاش درت انا الصحافه كاع، فهمتي، كنت نبقى نضربها في الصاك ونصور في الفلوس. فشي ناس جابتك الصدفه معاهم اللي في الدومين للاسف وتعطيوك ديك واحد النظره سوداويه وتيكرهوك في المهنه، ولكن تيجيو شي ناس اخرين منهم بنهاره منهم المدن الله يرحمهم اللي تيقول لك لا، الصحافه لا تنحصر في ذلك الشخص اللي مشيتي عنده ستاج وتيقول لك جيب قهوه، ماشي قهوه بمعنى الرشوه، لا، تيسخرك باش يعطيك معلومه قبيحه، ياك قبيحه. هادشي عشناه للاسف، عشناه. فهذه رساله، وربما هادشي في جميع المجالات حسين، يعني ماشي في كاع لي دومين تقريبا. كيجي واحد في الاول يعني كيبغي باش يتسامباتيزا معاك، كيدير هذيك لا ميثود ولا هو قليل، كاينين ولكن قليل اللي تلقى ولاد الناس بهذا المعنى اللي غادي يجيبك وغادي تجي ستاج انت في نفس الدومين اللي هو فيه الصحافه وغادي يعلمك يعاونك وغادي يعطيك ويعطيك اجنده ديال التليفونات، وها انت دير روبورتاج على هادي، وهاك هاد التليفون لما تعيط وها فين تمشي. قليل اغلبيه هاك الله يحفظك هابط وجيب معك شي قهوه كحلاوه ويعطيك فلوس ولا واش فهمتي. ربما يحرجك انت تقول له لا وتكون ما عندكش وكذا. هو بغى حنا في اما للاسف هو بغى يبعدك عليه، هو بغى يبعدك على الدومين، واش فهمتي. هذيك الفتره ديال السطاج ما بغاكش تزاحموا. كاينين عقليات بحالك، كاين للاسف. وانت الرزق على الله سبحانه وتعالى. راه صاحبي راه ما جايش ناخذ لك خدمتك ولا ما جايش نزاحمك، راه الارزاق بيد الله. انا جاي نتعلم، علمني، راه غادي تبقى لك صدقه جاريه تتموت، ومن ورا تموت تبقى لك صدقه جاريه لا علمتيني. راه والارزاق بيد الله. هو خرجنا من السطاج الاول ومشينا للجرائد المكتوبه، شحال من سطاج وشحال من، وكاين اللي خدمتي معاه واحد المده، والمهم الاوضاع ماشي حتى اللي تشوف شي حوايج. المهم طراو شي حوايج مع ما فيش كاع. على اي انت صحافي، انت صحافي وعندك دبلوم وتتمشي عند واحد وانت عندك تجيب لي موضوع اللي هو زوين، اللي هو اش وقع ليا، تجيب لي موضوع اللي هو زوين واللي عنده وزن، تقول لي ندير فيه روبورتاج، ندير روبورتاج هنا وغادي ندير ولانه هو عنده سلطه وانت يلاه بديتي او ستاج يقول لك لا عرفتي اش دير. راه كاينه واحد الظاهره في مستشريه دابا في الشارع، هادو اللي تيسيروا الصباط مع احترامنا لهم، تحيه كبيره بطبيعه الحال هادو ناس يقلبوا على طرف الخبز، ولكن هو تيشوفها بواحد المنطق ديال ما عرفت شنو هو التبخيس، تيقول لك هانت دير عليهم روبورتاج. انت جايب موضوع كبير اللي ممكن يدير الضجه، باغي دير عليه روبورتاج وعندك ديك القريحه ديال الاشتغال، هو تيبغي يطيحك. علاش؟ باش في لاباج ما يتنشرش الخبر ديالك الروبورتاج ديالك قوي، وغدا ولا بعد غدا تولي في لاين، تولي المواد ديالك تتلاح في لاين وانت تقول لك انت يلاه جيتي وما يمكنش ولا واش فهمتي. شي عشناه للاسف الشديد، ماشي عند كل شيء. على انت تحيه كبيره لهاد الناس، انا كنحييهم حتى هما بطبيعه الحال. تحيه كبيره لهم بطبيعه الحال، تحيه لهم لان عطونا ذاك الاصرار وهم خدمونا من حيث لا يدرون. راه خدمونا بلا معيق وعطونا ذاك الاصرار والحمد لله. طيب حسين، قدومك للشذا FM كان تقريبا في 8 سنه.
مع البدايات ديالها 2000 بالضبط نقدر نقول لك وقيلا الاخر ديال 2007. نعم. على اين جيتي دخلتي تلاقيتي تحيه كبيره للطاقم الاداري ديالنا، تحيه كبيره لهم اللي زوين انا غنقولها في شدا اف ام، وهذه ربما رساله وغادي تبقى مسجله يعني وتحسب الناس ديال شدا اف ام انهم كيحلوا الباب، انهم كيعطوا فرصه، ان اي واحد بغى يتعلم كيحلوا ليه الباب، وهذه يعني ربما افونتاج وتحسب لهم في المجال الاعلامي. صحيح، هذه شهاده وحقيقه للتاريخ. شدا اف ام كما قلت لك مع البدايات ديالها يعني 11 عام وانا مع شدا اف ام، ملي يلاه بدينا ملي كان عندنا حوض استماع يلاه في مدينه الدار البيضاء والجديده. نعم. يلاه عندنا جمودون ولا يلاه بدينا. كان شي سميه عندها ياك؟ كان شي سميه قبل شدا اف ام؟ لا كان شدا اف ام. شدا اف ام وكان حوض الاستماع عندنا صغير، الدار البيضاء جديده وهذا. ملي بدينا في هاد شدا اف ام ياك، والان نعم اللي حنا تنسمعوا على المستوى الوطني و11 سنه ولا 12 سنه، وايضا من خلال www.shadafm.net على المستوى العالمي. نعم صحيح. نقدر نقول لك المنبر الاعلامي الوحيد اللي دز فيه ياك، وعنده اداره اللي تتعطي لونطين للناس وتتعلم الناس ويديها وحضنها مفتوح للناس ولي ستاجير. نعم. راه نقدر نقول لك واحد القضيه، راه المنبر الوحيد اللي هو مدرسه وتكون تكوين في المعهد. ملي تاخذ الدبلوم ديالك الا جيتي لشاده تتعاود تكون. نعم. لا البيرسونيل اللي فيها فاتح الباب لا الاداره فاتح الباب. حنا البيرسونيل ما عندناش هذا المشكل بتاتا ان نجي ستاجير نقولوا لي ديروا كا ومن بعد الاداره تقرر تعطي لونطين، وهذا الشيء لا في الاخبار لا في البرامج الى اخره. وغادي نقول لك واحد المعلومه اللي هي مهمه جدا، بزاف ديال الصحفيين وديال لي زانيماتور لي زانيماتريس اللي خدامين دابا في دي راديو اخرين وعندهم كلمتهم تبارك الله وعندهم صوتهم تبارك الله وعندهم موقعهم تبارك الله، تعلموا هنا. نعم. في شدا اف ام. تحيه كبيره لهم تا هما. الف باء تاء تعلموها هنايا في شدا اف ام ديال الصحافه، الف باء تاء ولا ديال لانيماسيون هنا في شدا اف ام، وتعطاتهم الفرصه هنا في شدا اف ام. كان ربما تمشي لشي منبر، اقول ربما نعم. ماشي بالضروره قطعي، ربما تمشي لشي منبر اخر وتقدر تدوز فيه 7 شهور 6 شهور وعمرك ما تحلم دير لونطين. دير لونطين ماشي تخدم، دير لونطين. شاده تقدر ما تخدمش، ما هي ماشي في حاجه للبيرسونيل. نعم. مثلا عندها الاكتفاء، ولكن ممكن تعطيك لونطين من خلال انه المدير ديال الاخبار ولا المدير العام السي محمد حياك ولا رشيد حياك، السي محمد البتولي، محمد حياك ورشيد حياك والسيد البتولي. هاد الناس هادو كاداره راه ممكن ملي تيشوفوا عندك فيك الميزات ديال انك دير لونطين راه تيشجعوك، هما تيشجعوك تيقول لك دخل لونطين. انا عشت واحد القصه انه واحد ستاجير جات عندنا وهي خايفه من لونطين، وبقى معها بقات معها الاداره وبقى معها المدير السابق ديال الاخبار اللي هو حسن نادير، وبقى معها تدخلات اللونطين لانها كانت كفاءه صوتيه وكفاءه مهنيه، ولكن كان عندها لوتخاك تتخاف. كانت غادي تهرس كارير على قدها بديك اللوتخاك، وشجعوا ودخلات اللونطين وبالفعل قدمات ودارت ودابا راه هي في راديو اخر سميتها. نعم. على اين مواصلين على تحيه كبيره لهاد الناس كاملين حوسين، وحنا دائما على شدا اف ام، وربما ايضا قربنا الفكره ديال المستمعين من شدا اف ام وكيفاش حنا كنعيشوا، كيفاش كان شنو هما الطرائف اللي وقعوا لك مع لي ستاجير في شدا اف ام. شي طريفه وقعت لك مع شي ستاجير وما عمرك نسيتيها؟ والله ما كثرة لي ستاجير اللي دازوا ما عقلش بانه تيوقعوا بعض الاشياء، ولكن بالضبط نتذكر شي حاجه. دابا واحد المره غوتي عليا قلت لي انت ما في يدك شو داكشي مثلا. لا شي ما تضحكش فيه
شوف حسين انا راه هكا شي ما تضحكش. ضحكي ما تضحكش كلشي فيه. ضاحكين حنا ماشي ما تضحكش فيه. لا لا قولها كنسحبها والله ما كاين هادشي بالله. صافي. مرحبا بك حسين. انا شويه نوعا ما في الخدمه تنقولها للناس. انا في الخدمه قاصح شويه، في الخدمه نيشان، ما غاديش نزوق لك في الهضره، وما غاديش في الخدمه غادي نقول لك داك الشيء اللي خصو يكون. نعم. ما علاش؟ لان تنظن انه الا بغيت ندير لك خاطرك وخايفك تقلق عليا نكون تنغشك وغادي تمشي بفكره خاطئه. جاو دي ستاجير اللي تندور فيهم على شي حاجه، مثلا ماشي تندور بديك المعنى السلطوي، مثلا تيجي بشي حاجه وتنقول لي لا واش دابا، تنقول لها اجي وتنقول لها بحال مثلا واش روبورتاج. نعم. شي ستاجير شي دريه ولا دري جاي داير ستاج وتيدير بغى يدير روبورتاج، نقول ليه صافي ديروا ايكري ياك، كتبوه هو كومان ايكري وجيبوه، ومن بعد عاد باش خرج ديروا نشوفوا. تيمشي تيدير روبورتاج باغ ايكري، تيجيبوا ليا تنقرا في لي زاكروش، تنقول لي بحال هكا، وتنقولها لكاع الناس اللي دازوا ستاج وسمعوا مني هادشي. شوفوا والله العظيم الا كنت تنتكلم معكم بديك الطريقه فقط ها انتم دابا مشيتوا فقط من اجل انكم تعلموا. نعم. ومن اجل انكم تبقى لكم شي حاجه في الدماغ. اما اسهل حاجه هو نضحك لك ونجي نقول لك هادشي صافا مزيان بخير ونخليك. نعم. ولكن كذبت عليك. لا، وتمشي لمنبر اخر وتكتشف الحقيقه وتسبني ولا تدعي عليا ولا تعايرني ولا تقول هذاك ما مزيانش، فانا لا ارضى بذلك. تجي تنقول لها مازال، تنقول لها ودابا بالله عليك دابا هاد لاكروش اللي كتبتي اقول لي شكون اللي غادي يسمع ليها. نقول لها واش دابا فين هو لونغل داتاك، فين هو التميز في الروبورتاج ديالك اصاحبي، فين هو؟ نعم. راك انت صحافي، تنهضر بهذه الطريقه، راه انت صحافي، وانت ملي صحافي راه الامور تراها بمنظور الصحافي، ما تشوفهاش كيف الناس. اذا انت ملي غادي تكتب شي حاجه على هذاك الموضوع ما تكتبش عليه كايها الناس، راك انت صحافي، دير فيه الابداع، دير التميز، دير لاكروش اللي تشد عباد الله، اللي تبهر عباد الله. واش كاين اللي تيكعى تقول هذا ما تيدوي معايا بحالك، تما هذا كيغوت ولكن انا علاش ندوي معاك بحالك؟ باش تبقى لك في دماغك، لان بالتجربه اش لقينا بانه اللي تجربتي الخاصه. نعم. لقيت بان الناس اللي المعلمين والاساتذه اللي غوتوا عليا هما اللي شديت هضرتهم. نعم. يعني تيغوتوا عليك من اجل المصلحه ديالك بواحد الطريقه ديال الحرقه، وهما اللي شديت هضرتهم. نعم. هما اللي بقات لي الان انا عمرني ننسى واحد الاستاذ. انت بعدا كنتي مشاغب في صغرك؟ في صغري قالوا لي وصلتني هذه المعلومه وعندي توثيق لذلك. قول لي وثق. انت اصلا في الحياه ديالك الخاصه فيك الضحك بزاف وفيك النشاط مع العائله وكذا. دابا شويه غادي ناكد لك هذا الامر هذا. عندنا كلشي موثق. تبغي تسمع دابا؟ نسمع. يلا غادي نمشيو نسمعوا حسين شاهب. واحد المره شحال هذه شي نهار في يوم من الايام كان كيسجل شي حاجه. دونك في ذاك التسجيل وقعوا واحد الكواليس. هاد الكواليس غادي نسمعوها دابا وغادي نرجع لكم. يلا. نقول في الدارجة المغربية راه ماتوا خلات التريكة. خلينا الله يحفظك، عرفتك الضحك. نقول في الدارجة المغربية راه ماتوا خلات التريكة، أو في حالات نقول الله يستر أعطاه ربي واحد التريكة وخرج عليه العقل. من جبتي هذه؟ ماشي هذه راه مع كريم حضري في بانوراما المساء في نسختها الاولى. اش من سنه هادشي؟ نقدر نقول لك دابا شي عامين ولا 3 سنين. فوالا. تبارك الله عليك. الله يحفظك. هذه باش هذه الوقيته اللي تنسجلوا شي حاجه شي كابسوله دوزه. كان كريم حضري، تحيه لكريم حضري، زميلنا الصحفي المتألق تبارك الله والله يكمل عليه. رجل طيب، رجل متمكن من المهنه، الله يوفقك خويا كريم. كريم كان تيدير بانوراما المساء اللي كاينه دابا، ولكن كان تيديرها بواحد الصيغه اخرى. ان كنا تنديروا فيها دي كابسول. كنت انا تندير كابسول، كانت كريمه ما عطى الله واحد صحفيه كانت معنا ما بقاش تدير كابسول، كان يونس تيدير كابسول، كانت مريم وجهي تدير كابسول، كل واحد تيدير كابسول. انا واحد الكابسول اللي اختاريت هي هذه سميتها فصيح الدارج. كيفاش فصيح الدارج؟ هو اننا تناخذوا كلمات اللي بالدارجه، هو راه عندها اصل في اللغه العربيه الفصحى، وكتشرحوها وتنشرح للناس بانه راه هذه الكلمه اللي تنقولوا بالدارجه راها عربيه اصلا،
كاينه في المنجد، كاينه في اللغه العربيه الفصحى، بحال هذه اللي التريكه، سمعنا. بحال شرجم. شرجم الناس يسمعوا شرجم، شنو هي من جهه الشرجم؟ شرجم هي راه شر جم. شر جم هي بزاف، والشر هو الشر، يعني راه شر كبير هذاك الشرجم. فكان يحكى بانه شي ما عرفت كيفاش شي زوجه كانت تطل من الشرجام ولا شي حاجه، وجا راجلها وغضب عليها وقال لها هذا شر جم من ملي تطل من ديك البلاصه، هذا شر جم، وبقى شر جم وشر جم حتى ولا الشرجم عندنا حسب الروايه. المهم باش ناكد لهم بانها راه فهاد الكبسوله هذه فصيح الدارج. وملي كنت ندخل تنسجل الكبسيل صراحه الكبسيل فيها دقيقه و40 جوج دقائق الا كثرت تنسجلها في نص ساعه. تنبقاو انا والمخرج ولا المخرجه ولا اللي تيكون ولا تكنيسيان دو سون. وتحيه التقنيين ديال شادا اف ام بالمناسبه كاملين، تحيه كبيره لهم فريمون كيضربوا تماره. صحيح جنود الخفاء بلا ما نتكلموا عليهم كاملين. بعدا حمزه الله يسمح لك اخويا مني والله العظيم، تنقولها في لونطين حدا حسين وحدا الناس حمزه كل شيء عابدين. اللي زوين ان الدراري اللي معانا تيخدموا من قلبهم دونك كيبغيو يخرجوا ان برودوي زوين، وهذا هو يعني مميزات ديال كل واحد في العمل. وجميل بحال حمزه، بحال سناء، بحال سلمى، بحال العابدين، بحال وليد، بحال المهدي، بحال المهدي فيدا، بحال العديد. لا نسيت الاسماء ديال الزملاء يسمحوا لي. جميل وقليل فين تلقى ان تكنيسيان تخدم في الراديو بحب، فهمتي؟ تخدم يعني ماشي كيجي اللي خدمته وتخدم بابداع، خاصة ملي تنقولوا ان تكنيسيان اش يقولوا عباد الله؟ تيقولوا وراه تيدير مواد تقنيه، مسائل تقنيه، طلع البوطه هبط البوطه كليك على هذه صافي. ابداع الناس تيسحبوها هكا. نعم. لا هذاك السيد اللي هو تنقولوا ليه جنود الخفاء واللي حنا تندويو وهو راه في لاريجي، راه هذاك السيد راه يبدع اكثر مني. انا تندوي وابدع، وهو راه يبدع اكثر مني انايا. فاش يبدع؟ فانه يعزل لي الطابي اللي غادي دوز، فانه يعزل لي الموسيقى اللي كتوالم مع الموضوع. بزاف الامور راه ابداع كبير تيديروا. تحيه لهم صراحه. تحيه كبيره لك ايضا حسين شابلك اللي حضر معنا من خلال برنامج جلسه مع الحباب. الله يحفظك اخويا. كان عيان خلق جو النشاط والدعابه، ومشينا اخويا في المعقول اخويا نشطوا شويه طلقت. مرحبا بكم على شهاده انتم اللي كتستمعونا فين ما كنتوا في كل ربوع المملكه. نذكركم دابا شويه عن الفقره ديال رينج لايف، الحلبه على المباشر. وحسين من الناس اللي عندهم مع شو ديال الرياضه وكذا، لكن الحلبه على المباشر هي من نوع خاص. كان ناخذوا دي زوديتور ديالنا مع لي زانفيتي ديالنا، وكنتكلموا كنعطيهم دي باساج ميوزيكال، دي باساج دي زارتيست، دي جينيريك ديال الافلام، هادشي كامل. وايضا نتوما اللي خاصكم تعرفوا وشكون السباق في الهدف وشكون اللي غيماركي بيت على الاخر. يكفيناكم تقولوا الاسم ديالكم عاد تعطيو الجواب. نذكركم ايضا مستمعاتنا مستمعينا من خلال برنامجنا احنا معكم كيف العاده من اثنين حتى الجمعه، من 8 حتى 10 ديال الليل. اليوم كيحضر معنا الصحفي والزميل حسين شاب اللي حضر معنا داخل البلاطو. مثلا غادي نتكلموا مع حسين على علاقته مع مايكل جاكسون، وغنتكلموا على هذه الامور كامله من خلال هذه الحلقه. تحيه كبيره لكم. نمشيو نبقاو بلاتي هذا جامع ليا كل شيء. هذا غادي نمشيو مستمعاتنا ومستمعينا، بقاو مع فاصل ثم نعود لنواصل. عيدوا غوتو رجعنا لكم على شادا اف ام. تحيه كبيره لكم. دابا بزاف ديال الناس اللي كيتصلوا بحسين شاب من خلال برنامج الشعب كيتكلموا معاه كيشكيو له الهموم ديالهم. اليوم اتصلوا بحسين يمكن لكم تشاركوا معاه في رينج لايف، علاش لا؟ يلا الناس اللي بغاو يتشاركوا مع حسين، تخيل دابا شحال من واحد حسين دابا كيعيط 0522 36 10 36 او 0522 36 0536. بون حسين قبل ما ناخذوا هذه المكالمه غادي نعطيك واحد المستملحات خفه اللسان وخاصك تعاودهم موراي. ساهلين نعاودهم. كلمات وعاودهم موراي. غتعاودهم موراي وغادي تقول والوماوي. ما هي؟ والوماوي. انت حسين والوماوي سهله. هي والوماوي ماشي المليواوي، هذا الوماوي والملوي انا نسلم عليك في هذه يا حسين. بارك الله عليك حسين. ومازال غادي نعطيوك واحد المستملحه اخرى، شو غادي نفكر فيها المره الجايه تجي عندنا ونتكلموا عليها. صافي حسين. ايضا غادي تعاود موراي وغادي تقول هذا احمد ولد مول والماس. هذا احمد ولد هذا احمد ولد هذا احمد ولد والماس. هذا احمد ولد مول والماس.
هذا احمد ولد مول والماس. هذا احمد ولد مول والماس. واش هو الماس ما دايرش لها اجابه؟ لا ما كاين والو. هذا احمد ولد مول والماس. تبارك الله عليك، برافو. هذا احمد ولد مول والماس. واخا بلاتي. هذا احمد ولد مول اللحم حمام حلال ولحم حمار حرام. وحنا احمد ولد مول والماس ما قديناش عليها. تبارك الله عليك يا حسين، تبارك الله عليك يا حسين. ماشي مشكل، وحنا دائما مواصلين على الشهاده وكناخذوا مكالماتكم من خلال ارقامنا المقترحه للتواصل. معنا حسين الشاب ومعنا الحسن من مدينه، منين كيتصل بنا الحسن غادي نشوفوا الحسن ديال زاكوره. مرحبا بك سي الحسن. سي هشام. اهلا سيدي، مساء النور. اوكي داير مولاي الزين. والله يكبر بك اخويا مدير الوالدين. وتحيه لكم وتحيه لطاقم شدا اف ام كلكم بدون استثناء بدون ذكر الاسماء. الله يحفظك اخويا، الله يحفظك. راكم في القلب وشدا اف ام راه في القلب. الله يكبر بك اخويا، وتحيه لك الرجل الطيب العظيم. الله يحفظك السي الحسن. الله يحفظك، الله يحفظك السي الحسن. بخير كلشي مزيان والله الا الحمد لله. الله يكبر بك اخويا الحسن. ربي يحفظك اخويا، الله يطول لنا في عمرك ويخلي لك لاله خديجه والوليدات. امين. الله يحفظك، الله يكبر بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. راك في القلب اخويا، وراك مغربي حر. الله يحفظك. ربي يوفقك اخويا في طريقك، والله يسهل عليك ويعطيك كل من هو في خاطرك. امين امين، وانت كذلك اخويا الحسن. الله يعزك اخويا، والله الا نهار كبير هذا ملي سمعنا صوتك وتكلمنا معك وعطاني هذا النهار هذا، الى نهار كبير وحق الله. الله يكبر بك، شكرا وتحيه لهشام. تحيه لهشام. مرحبا، اهلا وسهلا. يلا السلام عليكم سي هشام، تبارك الله عليكم. تجي اخويا، دخل الحمام بحال الخروج ولا؟ مرحبا سي هشام. الحسن الله يهديك اخويا، الله يهديك. شي قهوه ولا اتاي؟ نعم سي هشام. شي قهوه ولا اتاي؟ وكذا في المغاربه الاحوال ما كان غير اتاي. يلا اخويا شي كاس داتاي من نعناع. الله يعطيك الخير. هذا كاسي او هذا كاسي او هادي. هذا كاسي او هذا كاسي او هذا كاسي. سي الحسن. وحدك اخويا هشام. نعم سي هشام. الوغ عندنا واحد المسابقه وغادي تشارك انت والحسين. اش بان لك الحسن؟ مرحبا. كاك اخويا، غاب شويه اخويا وعندك تفافه وطيح في الزلافه، عندك تلاغه اخويا. يلا غادي نمشيو عندنا الفقره ديال رينغ لايف. هي واحد الفقره اللي من خلالها دائما كنعطيو كيكون عندنا جوج ديال لي زوديتور، او الا كان عندنا انفيتي اوديتور كنشوفوا شكون اللي غادي يقدر يجاوب ويغلب الاخر. سهله وبسيطه للغايه. الحلبه خصك تسخن العضلات ديالك، تكون واجد مستعد مرتاح بخير، ما يوقع لك شي كلاكاش. دونك غادي نمشيو وغادي نشوفوا شكون اللي غادي يصدق، اللي يقدر يجاوب قبل الاخر. يكفي انكم تقول الاسم ديالك الله يخليك، عاد تعطيونا الجواب. متفقين الحسن؟ مرحبا سي هشام. الحسن وحسين متفقين يا حسين؟ يلا مزيان، وهذا فاز زوين. غادي نمشيو. مشينا لفقره رينغ لايف. رينغ لايف مع هشام بن جلوني. دائما معنا الحسن والحسين مباشر على شدا فين فقره رينغ لايف. غادي نشوفوا شكون السباق في الهدف، ودائما كاين تسخينات رياضيه. الله يخليكم، عندك اخويا شي عضله، حنا غير مسؤولين على العضلات ديالكم. غادي نمشيو وغادي نعطيوكم اول يلا نعطيكم رسوم متحركه. نعطيكم واحد لو جينيريك ديال واحد الرسوم متحركه، وانتم خاصكم تعرفوا على الجواب الصحيح. الله يخليكم تقولوا الاسم ديالكم، عاد تعطيونا الجواب. متفقين؟ يلا مشينا على بركه الله. حسين بيروا سيباسيان. بيروا سيباسيان وجاب صحيح. احسن مشيتي سيدي. والله الا عرفت انا حسن يجيبها لاصقه بالله. مازال شوف خويا ما خصكش تنسحب، خليك مزير معنا. سيدي هشام سيدي. عرفتي مني قال لك كلام بيزار الحسن يجيبها هي. يلا مازال حنا مواصلين، مازال اخويا مواصلين معنا. حسين عنده نقطه، الحسن 0 نقطه. زير معنا اخويا الحسن. يلا غادي نمشيو غادي نشوفوا، غنعطيكم اكستري ميوزيكال. مشينا على بركه الله. حسين ما اسم مايكل اخويا؟ مايكل جاكسون. نعم الشيطان. لا واش عرفت كتقول ولا كتقول؟ الله ينعلو ويخزي. مايكل جاكسون للاسف الجواب صحيح. برافو. ما يمكنش نغلط في مايكل. اذا جوج نقاط عند حسين، 0 نقطه عند الحسن. والله اخويا الا بغيتك اخويا انا مزوق. لا شو سيدي هشام تبارك الله عليه راه مجهد اخويا. لا ماشي مشكل. لا مجهدين عادي. يلا غادي نمشيو ونشوفوا اش كاين تماك. يلا نعطيكم كوميدي او كوميديا. دونك كوميدي، نعطيكم كوميدي وقول لنا شكون هاد الكوميدي هذا. مشينا على بركه الله. كيريح 3 سنين ولا 4 سنين كيجي كيدير مشروع في بلادو بخير وعلى خير. المغاربه اللي كيجيبوا العز
وكاين اللي مسكين ما قاري ما سامع وغادي تما كيقنف مسكين وما عنده لغه يلا اش بان لكم؟ ولا يدور. اش بان لكم؟ الحسن حسين يقدر يعاود. نعاودوا نسمعوا يلا. الحسن مازال معنا. الحسن الحسن جاب الكاو. بابا للاسف ضربته بالكاو قطع مغيب دابا. بون ماشي مشكل. تحيه كبيره لك الحسن وتحيه ديال الحسن. الزاكوره واحد بواحد. اطيب خلق الله، الناس واعرين بزاف كيتعاملوا واعر بزاف. جو فوزيم كنبغيكم انا واحد بواحد والله العظيم. نعم المغاربه تقريبا يعني المغاربه كلهم بخير، كلهم زوينين، الحمد كلهم لله. الناس طوب وحجر بطبيعه الحال، ولكن الناس ديال الجنوب الشرقي سبحان الله كاين البراءه. كاين كاين البراءة. الطيبوبه اللي انت شلح في الاصل ياك؟ في الاصل الأصل نعم. و- من ابناء تارودان تحديدا اولوز. والزوجه ديالك بنت البلاد؟ بنت ورزازات. بنت ورزازه. كيفاش نعم. هاد القضيه خويا؟ كيفاش لقيتيها؟ كيفاش بزربه دقيقه؟ في دقيقه واش بزربه لا زعما واش- كيفاش واش كنتي غادي لا صدمتي بلاتي. عليها؟ ايوا شحال من واحد كيف بلاتي. شي واحد في التراب؟ شوف واش الحب والزواج والارواح تتوالف تقال في دقيقه. لا عرفتي علاش بغينا ديك اللعبه ديال كنت غادي تلاقيت مدام في واحد البلاصه كذا وكذا، او كنت غادي ووقعت لي واحد اللعيبه فين تلاقيتي مدام اول مره؟ لا باش ما ندخلوش بزاف. بالزربه المدام عن طريق خوها وبرنامج برلمان الشعب تزوجنا نو انتهى الكلام. اترافيغ ليميسيون. اترافيغ ليميسيون كنت نعرف خوها وباها فاعل جمعوي كبير في مدينه ورزازات، معروف في مدينه ورزازات. فوقع ذاك التوافق ما بين الكونسيبت ديال البرنامج وباها، فصدقت انا قبل ما نتزوج بالمدام، صدق باها تعرفني الى اخره. يعني نهار العكس بيني وبينك ديالك. عرفتي على برلمان الشعب ولا لا؟ كيفاش على البرنامج ديالك ما ديتيش معاك؟ لا دي معاك البرنامج يصيفطوك يقول لك ما عندناش بنات نزوجوهم اخويا اسمع لنا الا مشيتي لهم بداك تنشطوا معك حسين. مرحبا بك اخويا. كنا بزاف صراحه بزاف لا الحوايج تحيه ليهم، نتكلموا عليهم. تحيه ليهم تحيه للناس وتحيه لنسيبي العزيز. تحيه نسيبي تحيه نسيبتي. شوف راه على راسي من فوق نتومايا الله يحفظك وبنتكم راه بخير على راسي من فوق. الله لا تحيه لهم، ناس طيبين وما شفت فيهم الخير، وتحيه لهم كبيره بزاف. وتحيه لبنتهم اللي هي الزوجه ديالي. نعم. ما شفت فيها الخير وشفت فيها القلب الكبير وشفت فيها شفت فيها الصدر الحنون وشفت فيها شوف هي الزوجه ديالي ولكن في اللائحه زائد انها زوجتي تكلاسات اختي الخامسه، 4 الخواتات وتزادت هي الخامسه بطيبوبتها بقلبها الكبير بزاف ديال الامور. تبارك الله عليك حسين. مرحبا بك حسين. بغينا مازال نتكلموا على بزاف د الامور وعلى الطرائف اللي وقعوا لك في حياتك مع المجال الاعلامي ومع برنامج الشعب. حسين واش كتعرض لمضايقات في حياتك الخاصه؟ شوف كاين كاين لا. انا هادشي اللي بغيت غير لا واش غير هو السؤال واش تتعرض للمضايقات ولا تعرضتي للمضايقات؟ يعني واش تعرضتي للمضايقات في حياتك؟ هذا فوالا بطبيعه الحال، وماشي مره ماشي جوج ماشي 3 ماشي 4. والمضايقات باختلاف انواعها، فيها التهديد ياك، فيها العاقه وفيها الفلوس، الرشوه سميتو، فيها الاراضي، فيها الارض. انا تعرضت عليها ارض واحد النهار، ارض سبحان الله العظيم. ارض في منطقه سياحيه. لا ما نقولوا كاع هذه المنطقه لا ما في منطقه سياحيه، باش انني ما ندويش على واحد الملف اللي تيمشي ناس سما تيبغاو يديو شي ارض وهذا. والحمد لله دوينا في ذاك الملف وتكلمنا وزدنا تكلمنا بحرقه اكثر، والحمد لله رجع الحق الى اصحابه الحمد لله. وهذه سمات برلمان الشعب وحسين شاهد. هيك على الفلوس شحال باش تسكت شي ملفات ما تنهضرش. اكيد شي ملفات شي ناس اللي تيتمسوا فيهم تيجي تيساومك ملي تعرف بان تيبغي يساومك. الحمد لله بخير، الحمد لله عندنا ضمير ونحب هذه المهنه ونخاف الله سبحانه وتعالى. والقوي بزاف هو اننا عندنا رساله امام الوطن، واقول لهم من هذا المنبر لكل من يريد ان يساوم حسين تدخل في برلمان الشعب ديال غدا. فأنا أقول له الوطن ليس للبيع والشراء.
تاع الكلام. انا راه شدني اخوتي لو ضحك دخت والله لا. تحيه كبيره لكم مستمعينا فين ما كنتوا دائما في كل ربوع المملكه. وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. كان معنا حسين شاب الصحفي والزميل مقدم برنامج برلمان الشعب على شدا اف ام. والله العظيم الى شحال ساعه ياك؟ ساعه ونص دابا. ساعه ونص خفيفه زوينه والله. شوف واصل زيدوا شي ساعه ولا شي ماشي مشكله. ما والله تنزيد انا. لا لا اختك واصل اخي والله لا تبارك الله عليك. ميرسي بوكو. شكرا جزيلا لك حسين. تحيه كبيره لك وشكرا على تلبيه الدعوه ديالنا وعلى حضورك معنا. بين قوسين كان ايضا بغينا يحضر معنا الزميل ديالنا يونس رفيق اللي تعذر عليه الحضور معنا. تحيه ليونس. فيونس راه بالعكس راه كان باغي يجي راه غير ما كتبش دونك هادشي اللي كاين. اتصل بيا واعتذر. تحيه كبيره ليونس رفيق. يونس رفيق راه ماشي غير انه رفيق ماشي زميل ماشي زميل في المهنه. رفيق الدرب. تحيه. راه انا وياه راه 11 سنه علاقه وصلت تجاوزت الخدمه ولات علاقه وتجاوزت الصداقه علاقه اخوه. انا يونس راه تنشوفو خويا الحمد لله. 11 عام ديال العشره مساء والحمد لله حنا كاع خوت. وتحيه لكل الطاقم الصحفي الاداري التقني ديال شدا اف ام. وصافي فريمون بليزير ديتر بارمي فو شدا اف ام والله العظيم باسكو فريمون دخلت وعن حب كنبغي اذاعه شدا اف ام. وتحيه كبيره 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 لكل واحد. حسين اخر سؤال لمن بغيتي تقول الله يسامح؟ عادي شي واحد غلطتي في حقه. شحال من واحد تنغلط انا في حق شي واحد وكتجي واحد الوقيته د الغضب وكدوز. واش انا اللي غلطت في حقه ولا هو اللي غلطتي في حقه وقلتي له الله يسامح؟ شي واحد دابا انت بالاسم الا بغيتي وشي واحد غلط في حقك ايضا وبغيتي تقول له الله يسامح. نعم. انا اي واحد غلط في حقي اي واحد واقولها بصدق والله العظيم اي واحد غلط في حقي تنقول ليه المسامح كريم وسامحك دنيا واخره. واللي بغيت نقول لي الله يسامحه ما عرفتش واش غلطت في حقه ولا لا. اللي باغي نقول لي الله يسمح لي ويسمح لي بزاف ما عرفتش واش يوصل كلامي. هو الوالده الله يرحمها انا هي تحت الارض. فانا تنقول لها مي الله سمحي لي الا كنت شي نهار هزيت فيك عيني دون ان اقصد او قلت لك اف دون ان اقصد سمحي لي بزاف. تحيه كبيره لك وشكرا جزيلا لك حسين على حضورك معنا. مستمعينا دائما احنا معكم يوميا من 2 حتى الجمعه من 8 حتى 10 ديال الليل في جو النشاط والدعابه في برنامج جلسه مع الحباب. البرنامج اللي كنتلاقاو من خلاله. تحيه لك حمزه محبوب اللي كترافقنا في الاخراج استقبال المكالمات الهاتفيه. هشام هذا على شاده كيف العاده. ملقانا بكم غدا ان شاء الله. تبقاو على خير. جلسة مع الحباب برنامج نشاط المسابقات بحضور ضيوف من مختلف المجالات. كواليس حصرية ومسابقات إذاعية من 2 حتى الجمعة من 8 إلى 10 مساء مع هشام بن جلون مباشرة على شدا.